والواقع أكبر شاهد، الواقع أكبر شاهد. ولا تعلم الناس ولا تعلموا والله. الذي نراه اليوم أن الناس ما تعلمت إلا من رحم الله. يعني كان يكفي 2011 ما حصل فيها، وأنهم لما اتبعوا الإخوان وساروا خلفهم وأخذوا بتوجيهاتهم وأخذوا بما يقولونه جروهم إلى الهاوية. واليوم نفس الخبر، نفس الأسطوانة تعاد. يستغل الإخوان المسلمون بعض الأحداث فيريدون جر الناس إلى الهاوية. هذا يصيح خالد مشعل يا أهل المغرب اخرجوا، وهذا أبو عبيدة يا أهل الأردن اخرجوا، وهذاك يصيح يا أهل مصر انتفضوا. نعم، يستغلون بعض الأحداث ليثوروا الناس على حكامهم. فما عجزوا عنه في 2011 عجزوا عن مصر، عجزوا عن المغرب، عجزوا عن الأردن. أما اليمن خلاص انتهت اليمن، قد فرغوا منها، والسودان وليبيا قد فرغوا منها، وسوريا خلاص، والعراق خلاص. بقي دول يعني ماذا؟ الناس ما زالوا مخدوعين وينخدعون بالإخوان. ما تجد هذا الانخداع في دول الخليج، ما تجد هذا الانخداع في المملكة. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن لهم علماء. إيش يقول العلماء؟ هل هذا جهاد أو لا؟ هل هذا يعني من الأمور المشروعة أو لا؟ هل هذا من الأمور؟ يتبعون علماءهم. قليل لهم ماذا يعني ماذا ممكن يكونون ماذا عندهم هذه الأفكار، ولا الناس العوام تتبع علماءها. نعم، لكن في هذه الدول يحاولوا يحركون الناس على حكامهم. نعم، بلدان آمنة مطمئنة كالمغرب كالأردن كمصر. نعم، هذه الدول حفظها الله عز وجل من الدمار في 2011. الآن يريدون أن يدمروها. من هم؟ الإخوان سواء كانوا من حماس أو كانوا من غيرها. نعم، يريدون أن يدمروا هذه البلاد ويستغلون بعض الأحداث التي تحصل على المسلمين. فبارك الله فيكم، تجد كثيرا من الناس ينخدع مرة أخرى، وصار هؤلاء هم العلماء وهم الأبطال وهم المجاهدون، وصار الفوزان وربيع وصار بن باز وابن عثيمين إذا خرجت مثلا أو أخرجت ونشرت أقوالهم وفتاواهم. نعم، صار هذا عملاء للسلاطين، صهاينة العرب، مداخلة جامية إلى غير ذلك من الأوصاف. وهؤلاء هم الصادقون والله، هؤلاء هم الصادقون، وهؤلاء هم الذين يريدون نجاة الأمة، وهؤلاء هم الذين يريدون نعم للأمة الخير في الدنيا والآخرة. والإخوان سواء كانوا من حماس، سواء كانوا من مصر، سواء كانوا من الأردن، سواء كانوا من المغرب، أي إخوانجي، سواء كان من اليمن أو من السعودية أو من دول الخليج في الكويت أو في غيرها، أي إخوانجي فهو يريد ماذا؟ يريد هذه الثورات وهذه المظاهرات وهذه الانقلابات وهذه الفوضى. منذ أن تأسس هذا الحزب الخبيث المجرم قبل أكثر من 100 سنة، وهو يريد لهذه الأمة النكبة بعد أختها. فسبحان الله والله، تعجب أن بعض الناس مرة أخرى صار يصدق الإخوان، وصار يصدق قناة الجزيرة، قناة الإخوان، وقنوات الإخوان غيرها من قنوات اليمن كالمهرية كبلقيس كسهيل. صار مرة ثانية يعني تلدغ. نعم، وتخدع ويستغفلك هؤلاء الخبثاء، يستغفلونك فيجرونك إلى ما لا تحمد عقباه. فننتبه بارك الله فيكم، ننتبه ونكون يعني من الذين يفهمون، عندهم فهم صحيح لما يدور حولهم.